ايه اللي ممكن يحصل لو دخل ميه جوه الجبس؟ ما ممكن حد يقول لك شويه ميه يعني مش هيعملوا حاجه، بس الحقيقه ان شويه الميه دولت ممكن يعملوا مصيبه. اول حاجه لازم تعرفها ان الجبس ده معمول علشان يثبت شكل العظم ويمنع العظم من الحركه عشان يلتئم في مكانه الصحيح. بس لما الميه بتيجي على الجبس ده بيبدا يمتصها ويبل القطن اللي تحتها، وده بيخلق بيئه مثاليه للبكتيريا والفطريات انها تنمو وتتكاثر. تبدا المشكله بريحه وحشه وهرش، ويبدا الجلد يتسلخ ويتكرع، والأسوأ من كده إن الخراج ده يوصل للعظم تحت ويؤدي لالتهاب العظام اللي هو اسمه الأوستيومايلايتس. يعني لو أنت مركب جبس لازم تتجنب دخول المية فيه بأي طريقة. يعني عند الاستحمام لازم تلبس كيس بلاستيك، وفي أكياس بتتباع في الصيدلية مخصصة لكده. طب لو حصل ودخل شوية مية جوه الجبس، هنا لازم تروح المستشفى، وافتكر دايما إن شوية المية الصغيرين دولت ممكن يكونوا بداية لمشكلة كبيرة. أنا الدكتور محمد العزاز، وخلي بالك من صحتك لأنها أغلى حاجة عندك.